ودلوقتي هنتكلم عن مرض تاني أعراضه أحيانا بتتشابه مع مرض الروماتويد. المرض ده اسمه مرض فايبروميالجيا، هو اسمه كده بالإنجليزي فايبروميالجيا، بالعربي بيتقال عليه آلام العضلات الليفية أو آلام العضلات العصبية. ورغم إن هو اسمه مش منتشر قوي، لكن المرض ده مرض شائع جدا، شائع في مصر وشائع في العالم كمان. مرض فايبروميالجيا دلوقتي لما احكي لكم الاعراض بتاعته هتلاقوا انكم تعرفوا ناس كتير عندها المرض ده. مرض الفايبروميالجيا عبارة عن ان الشخص بيشتكي لمدة طويلة من اوجاع في جسمه كلها. يعني المريض او المريضة بتيجي تقول انا بشتكي ان جسمي كله بيوجعني، وفي نقط معينة في الجسم بتنقح جامد. الجسم كله فيه ألم، ولكن نقط معينة بتنقح جامد. النقط دي أهمها النقط اللي ورا الرقبة، يعني من ورا الودان كده خلف الرقبة تلاقي فيه نقطتين كده بينقحوا، والرقبة من تحت من ورا برضو، ونص الكتف، وأعلى الصدر تلاقي فيه أوجاع متكررة في الحتت دي، والكوعين. خلاص، وتلاقي وجع أسفل الظهر جدا، ووجع في الوسط في الجنبين، الجنب اليمين والجنب الشمال. يعني لما تنام على جنبها اليمين الجنب اليمين يوجعها، تتقلب على الجنب الشمال الجنب الشمال يوجعها، تفضل تقضي الليل تتقلب ما بين اليمين والشمال بسبب الوجع في الناحيتين. ووجع في الركبتين من الداخل، لما تنام على جنبها وتحط الركبتين فوق بعض تقول الركبتين بيوجعوني، لازم احط بينهم مخدة عشان لو حطيتهم فوق بعض بيوجعوني. المرض ده اسمه مرض فايبروميالجيا. أعراضه كده أوجاع عامة، لكن النقط دي بتوجع زيادة عن النقط التانية، ولما نضغط عليها توجع جامد. دي بقى الفايبروميالجيا. من هنا هنبدأ الفايبروميالجيا. الصورة دي واللي بعدها هنشوفها. شوف الصورة دي والصورة اللي بعدها. الشخص ده بيشتكي من الأوجاع العامة اللي أنا لسه قايل لكم عليها، أوجاع في الجسم كله مع أوجاع في النقط المحددة اللي قلت لكم عليها. وحالة بقى، معلش الكلام اتقطع بالصور، لكن نرجع نعيد تاني. الوجع في الجسم كله، الوجع في الجسم كله، كل الجسم فيه وجع، لكن فيه نقط محددة بتنقح اللي قلنا عليها ورا الرقبة والصدر من فوق وفي الكتفين وفي الكوعين وأسفل الظهر، والوسط اليمين لما تنام على وسطها اليمين يوجعها، والناحية الشمال لما تنام على الناحية الشمال توجعها، والركبتين من الداخل توجعها، ولو نامت وحطت الركبتين على بعض وهي نايمة على جنبها يوجعوها. خلاص، دي الأوجاع بتاعة الفايبروميالجيا. في علامات تانية مهمة جدا في الفايبروميالجيا، اللي هي ايه؟ غير أوجاع المفاصل بيبقى فيه صداع متكرر، كل شوية يجي صداع. وفي علامة أهم اللي هي النوم بيكون فيه مشكلة كبيرة. دايما اللي عندهم فايبروميالجيا أو آلام العضلات الليفية أو العصبية، النوم عندهم بيكون متقطع ومجهد. يعني ايه مجهد؟ يعني المفروض الإنسان الطبيعي يدخل ينام في السرير 6 ساعات 7 ساعات مرتاح البال، يصحى الصبح تمام زي الفل، صاحي فريش، يروح شغله يعمل حاجة. طبعا أنا عارف إن الناس كتير هتقول دي حاجة نادرة، ما عادش حد كده، لكن على الأقل بيصحى عادي، يصحى يشوف شغله. لكن مريض الفايبروميالجيا بقى بيصحى الصبح تعبان جدا ومجهد، كأنه طول الليل بيتخانق أو طول الليل بيتضرب. يعني الست بتيجي تقول لي كده، بتقول لي طول الليل كأني كنت بتضرب طول الليل، كأني طالعة من خناقة. طول الليل مفيش نوم، قلق، واتقلب في السرير، واصحى الصبح تعبانة جدا كأني ما نمتش طول الليل. حتى لو نامت 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات تصحى تعبانة، عايزة تنام تاني. يبقى طول الليل مفيش نوم. طب وطول النهار؟ طول النهار مش قادرة تعمل شغلها، لأن في خمول وإرهاق سريع زي ما احنا شايفين في الصورة كده. وهتيجي الصورة التانية اللي فيها النقط المؤلمة. أيوة الصورة دي فيها النقط المؤلمة اللي بتنقح في مرضى الفايبروميالجيا. دي اللي أنا شرحتها لكم. هتلاقوا الركبتين والكوعين والرقبة من ورا، النقطتين اللي فوق والنقطتين اللي تحت، والكتفين. فاللي يكون عنده الأعراض دي هيلاقي أوجاع في الجسم كله ونقح وصداع متكرر والنوم فيه قلق، وغالبا بيكون معاه قولون عصبي. خلاص،
الحاجات دي كلها على بعضها لما بتيجي، طبعا المريض الحالة دي حالة مزمنة بتقعد بالسنين. فالحالة دي لما بتيجي طبعا المريض بيقعد يلف، تلاقيه راح لدكتور تخصص كذا، وبعدين دكتور تخصص كذا، وبعدين دكتور تخصص كذا، وبعدين ناس تقول له اصل انت عندك خشونة في جسمك كله، وناس تانية تقول لك اصل انت عندك التهابات في جسمك كله، وناس تقول لك اصل دي حالة نفسية، وبعدين في ناس تقول له ده انت عندك روماتويد، ده انت عندك روماتيزم خطير. ده الناس بتقعد تفكر في افكار كتير جدا. طيب نعمل التحاليل. التحاليل في حالة الفايبروميالجيا بتكون سليمة تماما، يعني سرعة ترسيب سليمة، انيميا مفيش، كلى وكبد تمام، روماتويد مفيش، يعمل الروماتويد اللي بيقولوا عليه الخفي الانتي سي سي بي يطلع سليم، النقرة السليم، كل حاجة سليمة، ولكن الاعراض موجودة ومؤلمة. خلاص، في الحالة دي بنشخص مرض الفايبروميالجيا بمجرد الكلام، كذا 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 على بعض، تحاليل سليمة، ده فايبروميالجيا. ممكن يجي معاه روماتويد، يعني ممكن حد ممكن حد يكون عنده الاثنين، يكون عنده الروماتويد ويكون عنده الفايبروميالجيا، يبقى ياخد علاج للاثنين. ممكن يكون عنده خشونة في الركب وفي نفس الوقت عنده فايبروميالجيا، فياخد علاج للاثنين. ممكن سكر، ممكن اي حاجة تانية، لكن اللي يهمني ان الحالة دي على بعضها اسمها فايبروميالجيا. خلاص، ده مرض مش خطير. يعني ايه مش خطير؟ ايه الفرق بين مرض خطير ومرض مش خطير؟ مرض الروماتويد مرض خطير، لان انا لو ما عالجتوش المفاصل بتتشوه، ولو عالجته متاخر مش هلحقها. مرض الصدفيه برضو لو اثرت على المفاصل مرض خطير، لان انا لو ما عالجتهاش بدري مش هلحقها. مرض الفايبروميالجيا احب اطمن المريض انه رغم ان الالام شديده، ورغم انه ما بينامش، ورغم انه بيعاني من الصداع ومن القولون، وانه بقاله سنين عمال يلف على الدكاتره ومش بيتعالج، اطمنه ان على الاقل المرض ده مش خطير، ما بيؤديش لمشاكل، لكن لازم يتعالج. بيتعالج بادويه. الادويه بتاعه الفايبروميالجيا ادويه برضو بسيطه جدا، ولا بقى فيها كورتيزون، ولا فيها حاجه فيها نسبه كيماوي، ولا فيها حاجه بتاثر على الكبد. ادويه بسيطه جدا، بتبقى اغلبها ادويه ما بين ادويه اعصاب مهدئه شويه للاعصاب، وادويه باسط للعضلات ومضاده للالتهاب. لان مرض الفايبروميالجيا ده اصلا مرض ناتج عن التوتر الشديد، يعني الناس بيبقى عليها ضغوط لفترات طويله، ضغوط ورا ضغوط ورا ضغوط. في ناس بتاخد الضغوط دي على اعصابها، يعني في واحد لو الدنيا ولعت حواليه مش فارق معاه حاجه، خلاص ده ما بيعياش. انما اللي بياخد كل حاجه على اعصابه وبياخد كل حاجه على انفعالاته بيبدأ جسمه يتفاعل. الفايبروميالجيا هو مش مرض نفسي، ولكنه اسمه مرض نفسي جسماني، يعني في جزء من التوتر، جزء من الضيق، جزء من الاكتئاب، لكن ده خلاص تحول إلى مرض في الجسم، يعني تحول إلى آلام في العضلات، تحول إلى آلام في الجسم، فما بقاش اسمه مرض نفسي، بقى عندنا دلوقتي مشكلة جسمانية. فالمشكلة الجسمانية دي لازم تتعالج.